وسعيد حبيت. جدا بطرح القضية هذه، لأنه بصراحة هي قضية موجودة في المجتمع ما تخفى عن الجميع. لاعب كرة القدم هو يعتبر سفير لبلده، رفع راية بلده في محافل مهمة جدا. كانت في نعم. فترة سابقة ما كانت فيها أموال أو مردود مادي قوي من الرياضة. في بعض زملائنا الذين يعانوا فعلا، عايشين في معاناة، في ظروف نفسية ومادية صعبة. لابد أن يكون في لفتة كريمة من المجتمع، وأنا أتمنى أن تكون من سيدة خادم الحرمين الشريفين، لأن اللاعبين يستحقوا. اللاعب ما بيملك بعد ترك كرة القدم أي مردود مادي، خاصة اللاعب اللي هو ما كون نفسه، ما كان له أي مجال تجاري أو أي مجال آخر. الأندية بتستغني عنهم، ما في راتب تقاعدي، فبالتالي هو بيكون محتاج، وهو بيكون خدم وطنه وأفنى شبابه في خدمة الرياضة والوطن. وكم هذا مردوده سلبي من الناحية التعليمية، ما تحصل شهادات، فبالتالي بيعانوا. أنا أتمنى، أنت ذكرت الآن أسماء كبيرة جدا في نعم. تاريخ الكرة السعودية بتعاني، يعني هذه ياما فرحت الجماهير. المفروض الرئاسة العامة رعاية الشباب، يعني لابد أنه يكون لها دور فعال، بالإضافة للاعبين. المفروض أن اللاعبين القدامى يطالبوا بإنشاء رابطة تهتم بمواضيع اللاعبين القدامى، تهتم. نحن ما بنشوف التفاعل إلا لما يظهر لاعب يعاني أو يتكلم أو في حالة وفاة، بنشوف تعاطف من المجتمع بعد لفترة قصيرة، وبعد كده بينسوهم. لكن لابد أنه يكون في رابطة للاعبين. أنا طالب بإنشاء رابطة للاعبين القدامى، هي تهتم بجميع اللاعبين القدامى، وتبدأ هي تطالب بحقوقها، لأنه أي حق ما حتطالب فيه. المفروض الرئاسة العامة رعاية الشباب، يعني لابد أنه يكون لها دور فعال، بالإضافة للاعبين. المفروض أن اللاعبين القدامى يطالبوا بإنشاء رابطة تهتم بمواضيع اللاعبين القدامى، تهتم. نحن ما بنشوف التفاعل إلا لما يظهر لاعب يعاني أو يتكلم أو في حالة وفاة، بنشوف تعاطف من المجتمع بعد لفترة قصيرة، وبعد كده بينسوهم. لكن لابد أنه يكون في رابطة للاعبين. أنا طالب بإنشاء رابطة للاعبين القدامى، هي تهتم بجميع اللاعبين القدامى، وتبدأ هي تطالب بحقوقها، لأنه